لو خدت جنيه على كل حد سألني ازاي افضل كرييتيف عشان شغال في الماركتنج، ما كانش هيبقى معايا فلوس عشان ما حدش سألني بصراحة. بس انا حابب اشارك الموضوع ده. اولا مش لازم تكون كرييتيف عشان تشتغل في الماركتنج، لان ببساطة عدد الشغلانات اللي تحت بند الكرياتيفيتي مش كتير زي باقي الشغل الاوبريشنال، فعادي. وثانيا مش لازم تكون شغال في الماركتنج عشان تبقى كرييتيف. الابداع ملوش علاقة انك تبقى كاتب او رسام او مغني، هي مهارة يعني اي حد بيستخدمها هيكون مبدع في شغله، حتى لو سباك او ميكانيكي، مع احترامي للسباك والميكانيكي. بس عشان الابداع بيجي من جواك انت كانسان، ونتيجه شغلك الممزوج بالابداع هو اللي بيديك بصمتك انت. زي لو لعيب كوره عمل ترقيصه حلوه، المذيع ممكن يقول له ابداع والله. فهي مش حاجه عند ناس وناس، لا هي مهاره زيها زي الجري والطبخ والحساب. انت اللي بتختار تطورها او بتختار ما تستخدمهاش وتنيمها. وده الوقت المناسب اللي اقول فيه ان دي الغلطه رقم 9 من 25 غلطه في 2025، وهو ان الواحد يريح كتير لدرجة انه يصدي عشان فاكر ان مهاراته الابداعية دي عنده هو بس، واي وقت هيستخدمها هينتج بيها اعمال فنية. ده مش فن خالص. ما يعرفش ان هو هياخد شوية وقت عقبال ما يتعود على استخدام المهارة دي تاني زي ما كان بيعمل قبل ما يكتشف ان هو صدى. الراحة عموما شيء لطيف، الواحد احيانا بيحتاجها زي قيلولة 30 دقيقة في نص اليوم، بس لما تسرح فيها وطول وتنام ساعتين 3 على العصر بيبقى اسوأ يوم في حياتك. لا هيبقى عندك طاقة ولا قادر تتحرك ولا تفكر، لانك معتمد على قدراتك اللي كانت قبل فترة الراحة. بس في الواقع خلاص كل حاجة صدت من كتر ما اتركنت.